صبحتكم بالخير يا احلى واغلى مشتركات على قلبي. نتمنى تكونوا كامل بخير على خير. نتمنى فيديو تلقوكم بخير. على بالي خواتاتي غيبت كما قال لك طولت الغيبه مي لا غالب كان عندي ظروف ان شاء الله يا رب العالمين تعذروني. هنا يا خواتاتي جبت لكم اليوم محاجب بلا عجن بلا عجينه، محاجب اللي نديرو في وقفه، محاجب تاع كما قال لك تاع ليه وكما نقولوا حنا كي تقدر عليك ولا هكا تكوني داخله من خدمتك كما نقولوا حنايا روطار وكل شيء وباحرت لك في حشاك ولا في فطورك. جبت لكم هذا المحاجب اكثر من رائعين. نبداو بسم الله على بركه الله في الحشوه تاع المحاجب تاعنا اللي هي اقتصاديه واللي هي في متناول الجميع ثانيك، وكما نقولوا حنايا فيها بنه تاع هذيك اللي كما نقولوا حنا اللي نشروهم من برا. شفتوا دوك المحاجب اللي يقعدوا يعيطوا عليهم محاجب حارين وحامين، هذو هما حشوه فيهم اقتصاديه. نتوما بغيتو تزيدوا كفته زيدوا، بغيتو تزيدوا فرما زيدوا، انا جبتها لكم اقتصاديه وبنه تاع المحلات. هنا يا خواتاتي درت زوج حبات بصل كما لاحظتوا، بصل اللي كان عندي شويه كبير راح نقطعها بهذه الطريقه، نقطعوه شويه رقيق باش يساعدنا ويذبال معنا بالخف. ومن بعد هنايا اللي كملت كاع البصل تاعي راح ندير انا دائما في البصل كي نبغي ندير تشكشوكه ولا نديرها هكا مهم كيما نقولوا حنا نبغي نقليه ولا دائما نقعد هكا نمرز فيه بيديا باش نساعد البصل كيما نقولوا حنا يطرى معايا، وكي نديره يذبال معايا بالخف، كي نديره فوق النار يذبال معنا بالخف. هنا يا خواتاتي نحطها فوق النار، اكيد راح ندير له شويه تاع الزيت ونخليه يذبال في غرضه. ما ندير له لا ملح لا والو، انا دائما البصل ما نديرش مره الاولى الملح حتى كي يشوفه ذبال معايا كما راكم تلاحظوا. هنا خواتاتي هنايا نبلع عليه ونخليه يذبال. هنا شويه من بعد اللي بدا يذبال لي وبدا ياخذ ذاك اللون كما نقولوا حنايا المصفر اللي يروح للذهبي، راح نخلطه باش راكم عارفين شتو خطاتي يكون كي شغل سقلنا من تحت، نخلطو مليح قبل ما نزيدو لي زانغريديون كما نقولوا حنا الاخرين. انايا درت هذا الفلفله وفلفله غير اختياريه، انا كانت عندي درتها كما تاع المحلات عباره ما يديروش فيها الفلفله، يديروا فيها غير البصل والطوماطيس ويريحوها كان يريحيها شويه. انا لا بغيت تكون الحشوه تاعي باينه، درت شويه تاع بصل ودرت شويه درت شويه تاع فلفله، زوج حبات تاع فلفله، رحيتهم في الاشوار شويه، ما رحيتهمش كاع، رطبتهم شويه وكما مش رطبتهم وسيتهم كما نقول خليتهم شويه خشان ودرتهم مع هذاك البصل وخليت يتقلى ديك الفلفله مع البصل. كي تقلات لي شويه الفلفله مع البصل درت هنايا ثاني حبه كبيره تاع طوماطيس، ثاني قطعتها مربعات صغيره وخليت يتقلى كل شيء مع بعض. درت هنا شويه تاع ملح وشويه تاع الحرور. لا كانت العائله تاعك كامله تاكل كما نقولوا حنا الهريسه ولا الحار ديروا معها الحار ولا الهريسه. كانت العائله تاعك ما تاكلش الحار وما تاكلش الهريسه خلوها عاديه نورمال. انايا نص درته بالهريسه ونص درته عادي، ما خليته كما نقولوا حنا موش حار. هنايا من بعد اللي تتقلى لي كاع الاخرى تاعي الفلفله تاعي مع البصل والطوماطيس، درت شويه عكري ودرت شويه تاع حرور. صاي ديجا حرور حاجه حطيته واه صاي. هنا خواتاتي هنا العكري على درتها، ما كانش عندي طوماطيس للامانه، ما كانش عندي طوماطيس تاع القوطي. الا كانت عندكم طوماطيس تاع القوطي ولا تاع العلب ديروا ملعقه صغيره. ومن بعد نصفي ذيك كي طيب لي نصفي كاع ديك الفلفله تاعي من الزيت، نديرها في كسكاس ولا في حاجه اللي تقطر لي ذاك الزيت، ومن بعد نستعملها نخليها تبرد تماما بعد نستعملها. هنا خواتاتي اللي قلت لكم هذا المحاجب تاعنا ما يحتاجوا لا عجينه لا والو، رايحين نخدموه بالديول. والله خواتاتي لو كان ما تهضروش وتقولوا بفامكم باللي هذا المحاجب مصنوعين بالديول ما كاش اللي يعرفهم. شوفوا انا الزوج تاعي حتى كي كلاو شبعت قلت له يا درا عجبك، قال لي والله لا علامه وما جاوش مزيتين بزاف وما جاوش يقهموا. فهمتوا خواتاتي؟ قلت له خويا انا هذا اليوم درتهم لك لا عجينه لا والو. قال لي كيفاش صنعتيهم؟ قلت له اي بالديول. قال لي والله جاو رائعين، سي فري جاو رائعين كيما نقولوا حنا حاجه جديده وحاجه تاع ساهل ماهل ثم تندير معاك. هنا يا خواتاتي كانت عندي كريم فريش كانت عندي في الدار، زدت لها شويه تاع الماء خلطتها وراح نستعملها من بعدها كي نبغي نقلي ولا كيما نقولوا حنا طيب المحاجب تبعنا. ما كانش عندكم هنا خواتاتي كريم فريش ديروا شويه تاع حليب وديروا معاه حبه تاع بيض، ضربوهم مليح ما ديروا لا ما لا والو، ديروا شويه تاع حليب حبه تاع بيض ضربوها مليح وديروها كما نقولوا حنا اللي نقلوا بها ولا اللي نطيبوا بها المحاجب تاعنا. هنا خواتاتي نجيب ديك اعتذر هنا خواتاتي بان كاع ذراعي سبوغ لي راني دايره هذا ستيكر سمحوا لي خواتاتي. نديروا هنايا في الخبزه الاولى شويه تاع الفلفله ولا الحشوه تاعنا. بغيتو قلت لكم زيدوا فيها الكفته زيدوا، بغيتو تزيدوا فيها الفرماج زيدوا كيما تبغوا. انا بغيتها عاديه، بغيت البنه تاع اللي تتباع برا. راح ندير المره الاولى الخبزه الاولى كيما هكا وراح نديرها في الخبزه الثانيه. لو كان نديروا غير الخبزه الاولى شوفوا ديجا
ديجا راكم تشوفوا كي راها الشغل هذاك الزيت شويه اللي بقى لنا مصلنا الخبزه تاعنا الاولى. لو كان نديروها كيما هكا راح تتقطع معنا، سي بوغ سا لي لازم نديروا زوج خبزات، فهمتوا؟ تما عندكم زوج قوابس يخرجوا لكم 10 حبات. هذه يا خواتاتي انا الامانه قللت شويه الحشوه تاعي، خرجت لي 7 حبات. هذه لو كان كملت لو كان زيدت شويه الحشوه كانت تكمل لي 10 حبات تاع الديول تاعنا. خاطر نديروا زوج حبات، نديروا كما نقولوا حنا زوج خبز تاع ديول. هنايا ندير شويه زيت في المقله، ما نكثروش من خاطر ما نحوسوها تجي لي تقهم ولي تجي مزيته بزاف كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. راح ندير لها نغطس ديك حبه الديول تاعي في الكريم فريش تاعنا بهذه الطريقه ثانيك، ونقلبوها على الوجه الثاني ونقلوها. انا خواتاتي اللي تحس روحها باللي يغبنها هكا كما نقولوا حنا كما تبلعش، طيقوا ديروا لها لاكول تاع الفرينه والماء، تخلطوا شويه فرينه شويه ماء وتقولوا بها الحبات تاع الديول تاعكم باش ما يتحلوش معاكم. انا ما تحلوش معايا بصح شيء للمبتدئات، سيرتو المبتدئات اللي كما نقولوا حنايا يتغبنوا في هذه الطريقه واللي متزوجين على جدد، ولا كاين بزاف شيات صغارات متزوجين على جدد ويبغوا يتعلموا هذا الصوالح، قوليها بشويه فرينه وشويه ما خلطيهم رجعهم كيما لاكول، كولي بهم الحبه تاع الديول تاعك. حطوها هكا خواتاتي في المقله ونسووا هذوك كيما نقولوا حنا هذوك الجوايه اللي كانوا خارجين، سووهم غير بالفرشيطه ولا بمغرف رايحين يدخلوا تزيرهم ديك لا كريم فريش، ويرجع المربع تاعنا عادي ما فيش هذوك كيما نقولوا حنايا هذوك الزوائد اللي خارجين. نسيحفوا هكا خواتاتي غير بشويه. هنا الفيديو راه يعبر على نفسه هكا، ومن بعد نقلبوها اكيد على الوجه الثاني. يجوا خفاف ما يجوش يقهموا الخرج، ما فيهمش الزيت بزاف. تكون ليسونسيال انايا طريقه عجبتني، طريقه سهله، ما تكوني عندك حاجه، تكوني عندك خرجه، تكوني خرجتي مانيش عارفه انايا تشري، خرجتي ولا كنتي خدامه ولا ما دخلتيش بكري لدارك وبحرت لك، كان عندك سيرتو الا كان عندك الديول في الدار راح تقلعي حيره والله لا تحشى ولا تاع فطور. راكم عارفين الفلفله تاعنا ولا التكتوكه تاعنا عفوا الطيب ليه ولا الحشوه تاعنا الطيب ليه ما تاكلش منكم الوقت بزاف وانتوما تعشيتوا ولا فطرتوا. هذه يا خواتاتي. هنايا نعاود معكم حبه وحده اخرى، درت الاخرى خليتها طيب على الوجه الثاني وراني نخدم في الحبه الثانيه. بغيت نعاود معكم حبه هكا بالخف هكا ها. هنايا قلت لكم لا حسيتوا روحكم ما غبنتكم كيما نقولوا حنا ديروا شويه ماء وفرينه صنعوها كيما لاكول. هنايا شوفوا كي خرجت الحبه، هنايا كي حرقتني عاود طيحتها فوق مزيالي فوق المقله ماشي في الارض. ننزح هذاك الخرج حلت لي هنا شويه، ننزعوا هذاك البصل تاعنا ونديروا الحبه الثانيه. نديروا عفوا قبل ما نديروا الحبه الثانيه نديروا ثاني شويه زيت، قد نص مغرف تاع قهوه، ما تكثروش، قد نص مغرف تاع قهوه. نعاودوا نديروها في هذاك الكريم فريش تاعنا. قلت لكم كريم فريش ماهيش ضروريه، ما كانش عندكم كريم فريش ديروا حبه تاع بيض وشويه حليب هكا. هنايا خواتاتي في شكلها النهائي شوفوا جات رائعه والله، شهيتكم يا رب العالمين في الجنه. هنايا كما راكم تلاحظوا شوفوا انا نبغيها هكا كما نقولوا حمراء مليح، اللي تبغيها شويه صفراء ما تحمروهاش كما حمرتها انا. المهم انا نبغيها بهذا اللون، وكل وحده وكيفاه تبغي الطياب تاع المحاجب تاعها. هنايا نقسموا حبه باش تشوفوا، ديجاني وريتها لكم في البدايه تاع الفيديو ونعاود نوريها لكم في اخر الفيديو باش تشوفوا كي خرج معنا المحاجب تاعنا ولا كي خرجوا المحاجب تاعنا. شاهدكم يا رب العالمين في الجنة. مع السلامة إلى فيديو آخر.